أبوها فرحان بيها وبيشجعها تعمل كل اللي بتحبه. تيك توكر وحريفة رقص وملامحها أجنبية، شاطرة في الطبخ ودلوعة أبوها، بتعشق التمثيل وشعرها مجنن البنات، بينها وبين الكلاب حالة خاصة، وعايشة معظم حياتها برا مصر. بتحب نانسي عجرم وعمرو دياب وبتتكلم إنجليزي، وملهاش في الأعمال الفنية المصرية. مفاجآت وأسرار عن مايا بنت الفنان حسام فارس. إيه هي أسرار حياتها؟ هل ممكن تدخل مجال التمثيل؟ إيه موقف أبوها من اللي بتعمله على التيك توك؟ كل التفاصيل دي واكتر هتسمعوها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معانا للنهايه. مين يصدق ان الفنان حسام فارس بقى عنده بنوته كبيره على وش جواز وبالجمال ده كله؟ اصل ملامحها اجنبيه زي ابوها. الصراحه ما حدش مصدق خالص، بالذات لما يشوف اللي بتعمله على التيك توك يقول معقول دي تبقى بنت ده؟ هو من اول ما ظهر على شاشه التلفزيون وهو هادي جدا. اصل مايا بنته شقيه حبتين وقلبت التيك توك كله بالحركات اللي بتعملها ولبسها اللي بيخلي الناس تتكلم. بس يا جماعه هي حره تعمل اللي هي عايزاه، دي حياتها. مايا حريفة رقص بمعنى الكلمة، وده واضح قوي من الفيديوهات اللي بتنشرها على التيك توك وبتظهر فيها وهي بترقص. رقص مايا مش رقص بلدي، دي حركات بتاعة رقص باليه، فشكلها كده متعلمة في مدارس باليه ومحترفة. وما اقولكوش بقى على شطارتها في التمثيل، هي وارثة الموهبة من ابوها، والصراحة هي مشروع فنانة عظيمة، يعني ادوا لها الفرصة واتفرجوا بقى على موهبتها. بس تفتكروا هي ناوية تدخل المجال زي ابوها ولا لا؟ المفاجأة ان مايا بنت الفنان حسام فارس عايشة معظم حياتها بره مصر في دول اجنبية، وعشان كده ما بتتكلمش عربي كتير، اغلب كلامها بالانجليزي. حتى الاعمال الفنيه والاغاني كلها اجنبيه، ما عدا بس الهضبه عمرو دياب ونانسي عجرم، هم دول اللي هي بتسمعهم من الفنانين العرب. وطول النهار تنزل فيديوهات ليها وهي بتغني وتعمل حركات مع صحابها على اغانيها. وبمناسبه صحابها فهي اجتماعيه ومحبوبه جدا، وعندها صحاب ما تقدرش تعدهم من كترهم، ودايما بتظهر معاهم على التيك توك. اللي خاطف الانظار اكتر هو شعرها اللي مجنن البنات بسبب انه طويل قوي وفي نفس الوقت تقيل، وهي مهتمه بيه. وما اقولكوش بقى لونه اسود غامق وهي بيضه جدا، فهي قمر من كتر حلاوتها. مايا بتعشق الحيوانات الاليفه جدا لدرجه انها مربيه كلب اسود صغير وبتاخده معاها في كل خروجه، وحتى وهي في البحر بيكون على ايديها وبتتعامل معاه على انه حته منها. الغريب بقى واللي هيخلي ناس كتير قوي تتصدم لما تعرفه هو ان مايا شاطره جدا في الطبخ وبتعرف تعمل اكلات كتير من الاخر. يعني هي ست بيت شاطره، رغم انها عايشه حياه مرفهه في دول اوروبا وعندها بدل المساعده 2 في البيت، الا انها بتحب تتعلم الطبخ واي حاجه تتعلق بشغل البيت. فشكلها ناويه تبقى زوجه شاطره ومع اهل بيتها. اما بقى عن موقف ابوها من ظهورها على التيك توك فهو فرحان بيها جدا وبيشجعها، لدرجه انه بيعمل معاها فيديوهات على التيك توك لانها برضو بنته ودلعته، وهي ما بتعملش حاجه غلط، دي مجرد فيديوهات بترفه بيها عن نفسها بعد المذاكره وضغطها، بالذات انها شاطره في الدراسه ومثقفه وبتقرا كتب كتير.